السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح نسوي وياكم كيكة التارت وطريقة صوص الشوكولا بمكونات سهلة وبسيطة. هسه نبدأ وياكم ونقول بسم الله. اول شي نسوي صوص الشوكولا حتى تبرد ويانا. نضيف باكيتين من القشطة، تقريبا 200 غرام من القشطة، ونضيف فوقها ملعقة اكل كبيرة من الزبدة، ونخليها على نار هادية لحد ما تذوب ويانا القشطة والزبدة. ما نخليها على النار زايد حتى ما تحترق ويانا القشطة والزبدة، بس تذوب. نضيف له 70 غرام من الشوكولا الداكنة و70 غرام من الشوكولا بالحليب. إذا تحبون تقدرون تستخدمون داكنة أو بالحليب فقط حسب الموجود. ننزلها من النار ونبدي نحركها لحد ما تذوب ويانا الشوكولا. ما نخليها على النار حتى ما تحترق الصوص. راح نذوب الشوكولا بحرارة القشطة والزبدة. هذا تكون قوام الصوص. راح نخليها على جهة تبرد لحد ما نجهز الكيك. وللكيكة عندنا بيضتين، نضيف فوقها رشة من الملح خفيف حتى تسحب الزفرة من البيض. نضربها بالخلاط لحد ما تتغير لون البيض تكون على بياض. نضيف له 3/4 كوب من السكر وكوب من الحليب السائل. إذا ما متوفر عندكم حليب سائل تضيفون كوب من المي وملعقتين أكل من الحليب الباودر. نضيف نص كوب من الزيت النباتي. نضرب المكونات كل زين لحد ما تتجانس كل المكونات. نضيف له كوبين من الطحين، بنفس الكوب راح نقيس كل المكونات. ننخلها حتى تدخل هوا بالطحين وتصير الكيكة ويانا هشة أكثر. ونضيف 3 ملاعق أكل من الكاكاو الخام، وظرف بيكنج باودر وظرف من الفانيلا. نحركها بالسباتولا لحد ما تصفى ويانا عجينة الكيك. بهذا الشكل راح نقلب الطحين لحد ما تصفى ويانا عجينة الكيك تكون صافية. هذا تكون قوام الكيك. راح نضيف له 3 ملاعق أكل من الشوكولا الذايبة أو من النوتيلا حتى ناخذ طعم الشوكولا من الكيك. هسه جهزت ويانا عجينة الكيك. راح نجيب القالب مال التارت ونضيف بيها ملعقتين من الزبدة ذايبة بحرارة المطبخ. راح ندهن القالب بالزبدة حتى تطلع ويانا بكل سهولة، أحسن من الطحين والزيت. ندهن القالب بالزبدة، ندهنها من كل الجهات بطريقة متساوية حتى تطلع الكيكة بكل سهولة. راح نضيف عجينة الكيك بالقالب وندخلها بالفرن على درجة 180 من جوا 25 دقيقة ومن فوق 5 دقائق، أو تنتبهون عليها حسب حرارة الفرن اللي عندكم. بس تستوي نطلعها. راح نطلع الهواء منها بهذه الطريقة، نضربها على الميز وندخلها بالفرن. بعد ما تستوي نطلعها. الريحة مال الشوكولا ما أوصف لكم إياها. راح نغطيها بالكلينس مال المطبخ حتى ما تيبس الوجه وتبرد الكيكة كاملة. بعد ما تبرد، لازم تبرد حتى تطلع بكل سهولة. بعد ما نتأكد بأن الكيكة صارت باردة راح نضربها على الميز بهذه الطريقة حتى تطلع الكيكة بكل سهولة. نجيب الطبق التقديم ونقلب القالب فوق طبق التقديم ونطلع القالب بكل سهولة. مثل ما تلاحظون تطلع بدون ما تلزق على القالب. هم خلينا زبدة وهمينا بردة الكيك كامل. يلا قلبناها. هسه نجيب كريم شانتي، ظرف من الكريم شانتي نضربها بالخلاط ويا استكان من الحليب لحد ما تجهز ويانا. نخليها فوق الكيك، وبعد ما تبرد ويانا صوص الشوكولا نخليها فوق الكريم شانتي. لازم الصوص تكون باردة تماما حتى ما تتلخبط ويانا الصوص والكريم شانتي. إذا الكريم شانتي مالتكم مو باردة تخلون الكيك تقريبا في 10 دقائق بالثلاجة تبرد بعد، وبعدين تضيفون الصوص فوقها حتى تتأكدون وتصير الشغلة أضبط. هسه ضفنا صوص الشوكولا كله فوق الكيك. نرتب الأطراف بالملعقة بهذا الشكل بدون ما ندوس عليها زايد حتى ما تتلخبط ويانا الكريم شانتي ويا الصوص وتصير شكلها ما حلوة. بكل هدوء راح نحرك الصوص على كيفنا للأطراف وندخلها بالثلاجة ليلة كاملة أو أقل شي 6 ساعات. بس ترتاح وتبرد الصوص راح نزينها بالفستق الحلبي أو أي شي متوفر عندكم حتى تقدرون
تقدموها السادة لأن الكيكة هي وحدها راقية كلش. نزينها بالفستق الحلبي ونقدمها. كيكة كلش هشة وخفيفة وصوص الشوكولا كلش طيبة، لازم تعتمدون عليها بكل وصفاتكم، سهلة وسريعة وكلش مضبوطة ولذيذة. هسه راح أقدم لكم قطعة وأشوفكم هشاشة الكيك شلون حلوة، والكيكة شقد ما تبقى ترتاح تسحب الطعم وتصير هشة أكثر مما تاكلوها هو حارة. كل ما نقطع جهة راح نمسح السكينة حتى تبقى الكيكة مالتنا مرتبة وحلوة. وهذا شكل القطعة ما شاء الله، الشكل مبين من يمكم، الصوص الشوكولا شلون محافظة على قوامها، والكريم شانتيه مبينة بالنص، والكيكة كلش هشة وخفيفة وراقية. أوصيكم تجربوها وخاصة بالعزايم، قالب كبير وراقية، وطريقة تقديمها كلش سهلة وكلش هشة وخفيفة، والصوص الشوكولا والكريم شانتيه روعة، لازم تجربوها. وإذا جربتوها متأكدة ما راح تستغنون عنها. وهاي وصفتنا اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم يا ربي، واللي تعجبها الفيديو تسوي لايك ومتابعة حتى تجيها كل ما هو جديد، وأقول لكم ألف عافية.